بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك الحج والعمرة مبل تشعي كفالكن قدسلنا قدمي اتناي حج عمران أركان مؤتو بزعبة مواقيت الحج والعمرة زبلكن قلتنا السخاء. مفهوم المواقيت انتايكم مخانو مواقيت كبهال كله جمع ميقات، وهو حدود ووقت للعبادة في زمان ومكان، والتوقيت التحديد هو أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة ثم اتسع فيه، فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات، والمراد بالميقات ها هنا الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج أو المعتمر وينشئ النية. مواقيت كبها الكل حجي سبحان الله كاب بوتان جيزين ዝተወሰነሉ ነቲ ናይ ሓጅን ናይ ዑምራ ግዜ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ነቲ عبادتي ነቲ ተወሰነ ግዜ ማለት እዩ። ኣብዘን ተወሰና ግዜ ሓጅ ዝገብረለን ካብ ዝመዓልቲ እዚ ስጋብ ዝመዓልቲ እዚ ተባሂሉ ካብይ ቦታ ከኣኒ ተሲኡ ተበጊሱ ንያ ነቲ ሓጅ ዝገብረሉ ቦታ ዝገልጽ መዋቂት ይባሃል ማለት እዩ። መዋቂት الحج والعمره كل ሰብ ተፈላለየ ሰብ ካብ ተፈላለየ ቦታ ዝመጽእ ካብ ተፈላለየ حدود ካብ ተፈላለየ ميقات يحلف مالتي. وهو في الاصطلاح موضع العبادة وزمانها. اصطلاحا كبهالن كله انتهي مالتي ترجمه اتي بوتا وتي جيزين عبادة زقبرلو ناي حج عبادة مالتيو سخانا نربي نجزألو جيزي مالتيو. والمقصود في هذا المبحث ما حدد الشارع الإحرام من المكان والزمان. شرعي زقمطو مالتيو خمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زقمطو إحرام كابي بوتا نابي بوتا نمن كم زفقدلو جيزة كم معس مالتي حجي. تي مواقيت المواقيت نوعان كلتا عينتي زلو المواقيت الزمانية والمكانية. جيزة ناي توسن ناي جيزة مواقيت بهال وحدود بهال مالتيو وبوتا خا مالتيو. النوع الأول اتي مجمريا المواقيت الزمانية. اتناي جيزة زقبروا الحج مالتي. فالميقات الزماني بالنسبة للحج من أول شهر شوال إلى 10 من ذي الحجة. حجتنا حجز جمروا لهم كان مجمريا معلت شوال جمروا سقاب 10 ذي الحجة ازينا جيزة حدود تقبر اللومات. فيكون الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. سلازي كنديلو مالتيو شوال ملؤ اللو، ورحزو القعدة ملؤ اللو، وعسرت معلتي كابزو الحجة خانئي زيئن اني حج كزي مالتيو أبزن وانا زيئن كتكمل لنزخ ماتيو. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. زي بسورة البقرة زلو مالتيو 209 آية. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أشهر الحج شوال وذو القعدة و10 ذي الحجة. سلازينا حج جيزة مواقيتنا جيزة مالتيو كاب شوال ذو القعدة 10 ذي الحجة مالتيو. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. إحرامنا حج نيان دحر قيروسي أفتن جيزة بهالو ترايك قبر قالو ونبر كاب قدمي أخون كم زي بلو ابن عباس قليتو مالتي. فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. فقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقد قيل وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر. فإن قيل كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت بطلوع فجر يوم النحر؟ فالجواب أن الذي فاته وقت الوقوف لا حج لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فعلم بهذا أن يوم النحر من أشهر الحج
من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر، وأن أشهر الحج شهران وبعد الثالث أو أما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله يحرم بها المعتمر متى شاء، لا يختص بوقت ولا يختص إحرامهما بوقت، فيعتمر متى شاء في شعبان أو رمضان أو شوال أو غير ذلك من الشهور. سلازي إزيت ناي مواقيت ناي تجيزي ناي حج زقبر له مالتيو إذن عسرت شوالن ذو القعدان إتن عسرت ذو الحجان إتي يوم النحر الأكبر زبها الكأت يوم عرفة زوعل له مالتيو مخنياتو عرفة زي وعلى حج يبلون مالتيو عرفة تعرفة زي ترخبه أفتنا حدود بوتا غير مزلوني عرفة عند زي ترخيبو حج أي جبرن ولا تخلو خال أكيدون ده هاللوه عند حرحب زي ترخيبو بعرفة لا حج له مالتيو. أبزخاء طبعا فإن قيل كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر كأتي النحر تزحر دول معلتي كما يجيرو، والحج يفوت بطلوع فجر يوم النحر حج كبها الكله اتي فجر صحيت وتقول معلتي افتزحر دول معلتي أو يزود ملسخ قالوا أن الذي فاته وقت الوقوف لا حج له، ووقف زي جبر في حج مالتي بتعرفه حج يبلون. ابن عمر رضي الله عنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلو أبت يوم النحر تطويله بين الجمرات في الحجة الأفتزة حج جلو جيزين تايلو هذا يوم الحج الأكبر، فعلم بهذا أن يوم النحر من أشهر الحج اتزحر دلو معلتي يوم النحر زبهل والسون أتويو أفتي حج معلتي هو يوم الحج الأكبر، وأن أشهر الحج شهران وبعد الثالث كل تورحي تاسال سيتي ناي عمره جن ملء عامت اللو مالتيو كأبزخون أوان عمره خجبر كم زخيل مالتيو. النوع الثاني المواقيت المكانية حجي اتي ناي مواقيت ويدما اتي بوتا توسنلو كأ اللو مالتيو. المواقيت المكانية وهي 5 بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي. حمشت بوتا حدود اللو مالتيو، حدود دما يعني انتاي مالتيو قدب ويدما يعني أزخون عد حجي حدا حدود اللو تحالف له حدود اللو حجي ناي حج كأ كاب جلز مت بوتا بز حدود زي حلفونا هب كلا عد جلز مت كم زبل مالتيو. حادة ذو الحليفية زبهل، والمسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلومتر، ومنها إلى مكة 420 كيلومتر، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم. إذا ذو الحليفية تبهل بوتا بقى بمدينة زلو سباتن بؤوز متو سباتن بقى جيروم حرام جيروم نيا جيروم حليفهم نام مكة يأتوا مالتهم. أبزا ذو الحليفيان نمكان كا درجة 420 كيلومتر يخون ترحقته مالتي. كاب إذا ذو الحليفية خانئي كاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 10 كيلومتر رحقتها مالتي. زي تقدمت ذو الحليفية حنتخا الجحفة تبال وهي ميقات أهل الشام، وهي الآن خراب، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقد كانت قرية كبيرة اسمها مهيعة، والناس يحرمون اليوم من رابق لأنها قبل الجحفة بيسير تقع عنها قربا ببعد 22 ميلا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وبين هذا المحاذاة ومكة 208 كيلومتر، وتبعد رابغ عن مكة 186 كيلومتر، ويحرم منها أهل شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة، ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها من غيرهم. إذا بوتازي أخا أنئي الجحفة بهال مالتها ميقاتنا أهل الشام، يعني أهل الشام زي بعل سوريا بعل لبنان بعل فلسطين الشام كل بهال مالتيو. إذا قدم الجحفة بهال نيرة دحرك حد أوان خراب كوينا تبالاشيا مالتيو وحجمة يبقوا يحلفون يوزدم نيرو حجي أبطغ أبوتا خالا مالتيو كال ككند أطغى بزحر حقتها بقى زي كونت بيصير تبهل كابقى إحرامي قبرو مالتيوم إزبوتها زدما زحلفوا بعلمنيو بسعودية زلون أبنت ساحل المملكة بسمين زلو كاب عقبة كاب إفريقيا الشمالية سمين أفريقيا بعل لبنان بعل سوريا بعل الأردن بعل فلسطين زي أنكو أقوله بزي حلف مالتهم.
سالسيتخا قرن المنازل تبهل، ويسمى الآن السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلومتر، ويحرم منه أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران ومن مر عليهم من غيرهم. إذا أخا قرن المنازل تبهل كأ نساون كاب مكة 78 كيلومترين رحقتها. إذا أهل نجد بمولهم كاب مسرق شرق زموت كلاتهم كأني خليج كلاتهم بع العراق بع إيران كله بقتهم زحلفة خاء أبقى خاء حرام جيروم يحلفوا مالتهم. ووادي محرم زبالك الواقع في طريق الهدى غرب الطائف، معراب ناي طائف دمازي، يبعد من مكة 75 كيلومتر، كاب مكة 57 كيلومتر رحقته، ويحرم منه حجاج أهل الطائف دك طائف ويحرموا ومن مر على طريقهم بوز حلف سبكاني من غيرهم، وليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. يعني ميقات نبين زخونة زي كونس انتهي دعبتناي محلف نايتي قرن المنازل زبهل بقونا أهل الطائف بوز حلفوا يحلفوا مالتهم. رابعي يلملم زبهل، وفيه بئر تسمى السعدية، ويلملم واد عظيم ينحدر من جبال السروات إلى تهامة، ثم يصيب في البحر الأحمر، ويبعد مكان الإحرام منه عن مكة المكرم 120 كيلومتر. إذا خايا لملم زبهل بوتا دما عابي وادئيو كاب قيح بحري، كاب مكة رحقته 120 كيلومتر يخون. إذا خانئي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. إزيتي رابعي يلملم مالتيو ابن عباس انتهيلو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفية وأهل الشام الجحفة وأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهل قرن المنازل مالتي فمهل، ويدما مهل المهل موضع الإهلال يعني به الميقات وموضع الإحرام جامع الأصول أو مصحف زلو مالتي من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي لفظ البخاري وغيره ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذي نعاتهم مالتي رسول الله عليه وسلم ابن عباس قلوصو بخمي ملكعني أهل المدينة كابل حليفي يلو، ولا أهل الشام كال جحفة زقلت نايو مالتي. وإذا حديث زي زرقاق سألنا. حمشي ذات عرق زبهل يقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها 100 كيلومتر، وهذه الميقات مهجورة الآن لعدم وجود الطرق عليها. واليوم حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر يحرمون من السيل أو من ذي الحليفية. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا لفظ أبي داود. وأما لفظ النساء فذكر المواقيت الخمسة. قالت عائشة رضي الله عنها ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفية، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهلة، فقال سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفية، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن يلملم. سلازي بزع عينة ملكة نخحلفو رسول صلى الله عليه وسلم زميقات زي ويدما زبوتازي وسينو مالتيو بحافشو. طبعا بأير زحلفون بقوا يحلفوا مالتيهم، ولذلك إذا موقت زي جيزين بوتان توسنلو نتيني حجي محلف مالتيو. قاتلنا بزعبا المبحث ناي إحرام مالتيو. إحرام مالت تاي مالت مخانو لغة وشرعا كنقول تسينا مالتيو. الإحرام لغة مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذ أهل بالحج أو العمرة. أهل مالت وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك، والأصل فيه المنع، وكأن المحرم منع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل إذا دخل في الأشهر الحرم وإذا دخل الحرم. والإحرام شرعا هو نية الدخول من النسك من الحج من حج أو عمرة. سلازي لغة
حدا سب لغة أحرم خبهال كله انتهي مالتيو أحرم الرجل ويحرم إحراما حدا سب إحرام غيرو وإحرام كبهال كله نابنا حجي اكتيفيتي وينابنا حج نشاط كأتو كله نابنا حج سرحة وتخأتو كله وباشر أسبابهما اتمخنياتات وتشرطوا جميرو مالتيو انتهي يسوخا تسفي خدان زين سوقتنا أبنت تسفي خدان يكدون يوم دك انستيو نورمال كدان خدنا خلقين يعني زينة زي كونه مالتيو جلبابن عبايين مخيط تسفي ان زخدنا مالتيو سوقت جن زينة حج زخدون هو زي تسفي زخدن مالتيو واجتناب الأشياء كل نجر عبت شرعي أي تجبر استباها لندحر إحرام غيره زقدفه مالتيو كم من تاي أنا كتيب نكاح أي عقدنيو أب إحرام ندحر أتيو بقى أي عقدنيو عقدي أي جبرنيو والصيد أي هدننيو ونحو ذلك قالوا تخلك لنجراتيو والأصل هو المنع بك أي خلك المالتيو كأن المحرم منع من هذه الأشياء إحرام تجيرو لك إحنا أبنت كمز مثالي صوم كتصومون كله أي بلع أي ستي ناي سجاور خبي أي جبر كومتات مالتي أب حج كإحرام ندحر أتيو إذا نجرات زي جورو نجر إذا شرع زخل كله سجاب إحرامه زود حجوا عمره أجر زود يتصب مالتيو ركب أي جبرنيو نكاح أي جبرنيو إذا دخل في الأشهر حجيت كم تي التأتاتو معسكم جمرات إحرامه نكل سبب زجبره يوسن مالتيو شرعا كأنت مالتي هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة خلاص نية قبر كله لك حجنا أبنت ناي إحرامنا أبنت ناي صلاة انتهي نقبر الله أكبر إلا نسجد كلنا خلاص ناي صلاة إحرام تكبيرة الإحرام جرنا مالتيو تكبيرة الإحرام زبها لنا من تايو صلاة أبزلخا سلازخونك آتيخا حجي ندحل صلاة الله أكبر الكا جميرك أي تزارب سمتيو أي زاربك ويقلا أي تقبر خلاص أب صلاة آتيخا مالتيو سقابتا صلاة تود صلاة زفرس نجر أي تقبرن مالتيو حج كنفس الشيء خو مالتيو إحرام غيرو حدث بندحر آتيو نحج زفرس نجرات تخل كلا نجر فتصوم أي جبرنيو تصفروا أي قرصنيو عادي أي جبرنيو كيدون أبنت إنسسا أي هدنني مثلا أي قتلن إنسسا عيف ويقلي ويهداناي مالتيو بحتصيرو سلازي إتي النية آتيو مالتيو نية نايتي حجي ونايتي عمرة آتيو مالتيو قال أي أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات إذا وصل مريد العمرة أو الحج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي حجي تي نفتي ميقات مسبت صحي مالتيو يتحجي زقبرت عمره زقبر إذا حدا نقرات نخقبر كأت يفتو مالتيو يستحب أن يقلم أظافره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق شعر عانته لحديث النبي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 الختان الاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. وعن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من 40 يوما. وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها وأخذ شيء منها لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحي اللحي يعني وفروا يعني وفروا اللحي وأحفوا الشوارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه جز الشوارب وأرخ اللحي خالف المجوس. وفي حديث ابن عمر يرفعه أنهك الشوارب وأعف اللحي. وقد جاء الوعيد في من لم يأخذ من شاربه ففي حديث زيد ابن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. سلازي نأبنت زفتو دما قدمي نفتي ميقات أعمال مريض إذا وصل مريد العمرة أو الحج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي يعني قدمي نفتي إحرام تاو مالتي يفتي ميقات مسبت صحي زقبرو نقرات انتايو قدمي نفتي دحرايك خلكل انديز نقرات زقبر قدمي مقتاو انتاي يقبر صفرو يسدد إذا جوغر ناي تشتشو يلقس ناي عورقو يلقس فطرة لأنه كانت فطرة سلزخونة مالتيو وقص الشارب اتي نهاتو شارب كأنيس إذا بلع لزلو جحمخا يحطرو مالتيو
لحية زي كونسي تشارب زبها لبلع لزلو نايسوقت مالتيوم لأنه رسول الله عليه وسلم انتايلو من سنن الفطرة يلو أبو هريرة زقلت لنا حموشت نجر الختان قدامي نجر ندق تبعتيو مخنشاب مالتيو والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب سلازي إذا كافت سنن الفطرة سلازخونة قدمنا ومؤتاوم حدا سبي يقبر مالتيو بزعبا اللحي بزعبا ناي لحيا خأزقلت وكله بتفعل لي حديث تيجحم نويح زلو السو كقرص أخم زي بلو تراي كقدفو اللو نمنتاي نتوم مشركين نتوم مجوس أنصارنا هاتوم ناي مؤمن ملكت لحيا إعفاء اللحية تنها تجحموسي كقدفو ما كقدفو خمز اللو كقرص أو يكلات أو خمزي بلو زقل استفعل لي حديث مالتيو قال أي كأني أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل كدانو كله يوتعو مالتيو نفسه أي حتسب لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل والغسل السنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفية أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وذلك أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي سلازي أبتي زقبرو خال أيضا ما انتايو نفسي حتسب دك تبعتي هنا دك نستيو هنا كحتسبو نفسهم سنة فتو مالتيو حتى رسول الله عليه وسلم يلواني اني حنتي صحابيه مالتي اسماء بنت عميس تبهل افتبوتا مس ولدتها قطامي بذي الحليفيا زبهل بوتا او مس ولدت انت خغبري لاتو يلوا تحصبي كدان تخدني واحرام غبري لوا مالتي وامر عائشه لما حدث وقد احرمت بعمره ان تغتسل وتحرم للحج عائشه رضي الله عنها نايدتاتا ناي ورح مس مصا مالتي مس ودات تحصبي احرام غبري نحج ويلوا مالتيو كحرام كتقبر وتفعل ما يفعل الحج غير الطواف كل نجر تقبر مالتيو طواف ببيت الله زي تأتنبر ولا حرس ولا ناديتاتا بيريد زخونت كل تني حج تقبر تخيلها إلا طواف أبت عمره أبت كعبة أخطأت زي فكذا فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحدت فلما دخلت على ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج سلازي رسول الله عليه وسلم كأني كم تقبرنا عائشة تي حج نيا غيرا نيرا بيريدا مسمت مالتيو كم يخبري لاتو مالتيو افتي وانتي الى رسول الله عليه وسلم يعني نورمال شغرات مشت وامسك عن العمره عمره تنحي واهلي بالحج ناي حجن غبري لوا مالتيو سلازي يستحب زي تي قال اين مالتيو سالسي يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك هذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري ومسلم كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولكن لا يطيب شيئا من ثياب الإحرام سلازيت بحثيرو أنا زلوا طعم أنا زخون يكون أنا زلوا كجبر كم زلوا مالتيو كلمنا أفتي حجم أتوا أفتي ميقات أفتي مستحت مالتيو لأنه عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه وسلم كم خمس جبر نبرة بتفعل عليه حديث جليسة نساون بعلاون أنا تجبروا لنيرة ولا دحرة إحرام أنا حتيج أنا تأجم يبلون مالتيو جن إتنا إحرام كده وانت جن أنا خجبروا اللي يبلون رابعي أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكون أبيض نظيفين ويحرم في نعلين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه
قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين دق تبعتيو إذا خلت تصعدا زلو 5 شقامنا عبز مسل زلو إزار يبهال مالتيو حدا أما عن طومي أسروه حدا خابل على زخدنوه والنعلين كأني شبت مالتيو بو مخقبرو خمزلوهم كم ترى الرسول عليه السلام زبلو مالتيو عبد الله بن عمر زقولو حديث وليحرم أحدكم في إزار ورداء إزار مالت مع أنت زخدن رداء خابل على تخدونه مالتيو كم زنت على عينة غير كات تخدونه مالتيو ونعلين شبت أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت قال نستيتي زخون خدان جيرة إحرام كتقبر تخيليا الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم طبعا نايدك تبعتيو خدان كمسل يبولون تزفق أدلا خدان وانتي أنبر تزينا طبق خدان تخدينا أيكونة كتقبر لكن اتي شرع زفقدو خدان نورمال تسفيه مالتيو زخ تسفيه خدان بوشت بتحت السرخ تقبر تخيليا ولا حان تقال نستيتي أي كل كلانيو تسفيه تكدن مالتيو المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتجدل الثوب على وجهها إن شاءت حجي يعني أنا زي بقول لكم زي زعفران قمم زعفران زبهل مالتيو ويدما ورس زبهل يعني زي بقولوا قد عدم ما خدشفني باللان نقاب ويدما برقع تقبريه باللان ولا تلثم قد أخدشفني باللان أبحجين عمران قد أخفت له مالتي وتسدل الثوب كده أنا نوح تبلت أقم يبلون على وجهها إن شاءت ويدما قد أخص إلى خدشفن تدلي أخاني تخيلي بالمالتي بزي أخرجه البيهقي قال الألباني في إرواء الغليل قلت ومالتي ألبانون كم تقبر تخيلها ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين قال سخت تقبر تخيلها إداون كت خفين كأنا إداون كم قانتون تقبر تخيلها الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقطع للمرأة المحرمة كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك خفين مالسي جوربين كالسي خفين جن عفوا يعني تي فرق بين الخف والجورب انتي مالتيو قوانتي كونن انتي دا تي جورب زبهال كاب قربة تسرح مالتيو كم زكال سخوينو على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين كم زي أما عينة تقبرو مالتي بقربة تسرحه ويربط بخيط على مستدق الساق ويلحق به أيضا ما يصنع من الربل والبالغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين ويحسب بها المقصود من الستر والتدفئة سواء سميت كنادر وبساطا أو جزمة أو غير ذلك ويدخل في الخف ما يسمى بالموقع والجرموق والزبور وغير ذلك حجي يعني كم أما عينة مالتيو تي جورب زبهال بقربة تسرحه يعني سبحان الله بكم أما عينة مالتيو أبزقوان زي مالتيو زي تي خف مالتيو الخف والجورب كأيله فهو في الأصل ما ينسج من الصوف القليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويسمى بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه ويشبه بيوت الشعر التي تنصب للسكنة ولا يخرقها المطر فكذلك الجورب في ذلك الوقت حتى أنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادر ولا يخرقها الماء ولا يتأثر من مشي بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء ولا البرودة واختلف هل يشترط أن تنعل أن يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يحرز في أسفلها فاشترط ذلك بعض العلماء على كل حال إزي فرقتناي تي جورب تي خف رسول الله عليه وسلم فقيد لن على كل حال أن تلبس من الثياب ما شاءت تجأما خاني قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك مجمرة فقيد لن نيرو دحر قديفون لكن
كجبرة خمسة خلا مالتي. حامشة يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريدة غير الحائض والنفساء. كسجد مالتي يستحب أن يحرم بعد صلاة الفريدة. إحرام كجبر كله فرد صلاة دحر زهري ويدحر مغرب ويدحر عشاوي فريدة صلاة ناي فريدة مسجدة شعو إحرام تجبر حيش إلا نتا بريد زلوان حراسن رأيو إن كان في وقت فريدة أفت وقت فريدة تخونه، فإن لم يكن وقت فريدة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. دحر فريدة زي وان زي كونو خونه دما وضوء غيرو يسجد ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. ناي صلاة ناي وضوء سنايلو نيا غيرو يبل مالت يسجد. ثم بعد شاد شيء ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقبلة الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حجي شاد شيتي مسود أمس سجد مالتي النية يجبر نابت حج كأتو ونابت عمرة كأتو كمتي رسول الله عليه وسلم زبلنا زخون سرح نقبرو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. زخون سرح زقبرو بنية أسلة زخونة بتينية قند سلة زخونة لك عن صلاة ديون حج ديون زكاة ديون كل نجار نقبره نية نقدم كنقبر لنا لله تعالى لنا رب العالمين عملنا قبلنا. فإن كان يريد العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة ترين تحركينه لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة بالمالتيو. وإن كان يريد الحج مفردا قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لحديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج. سلازي لك عمتين نية انت عينت حج كجبر حج مفرد ديو نبينو ديو حج عمران ديو استفلا لي عينت سلازلو نيو لك عمتي ندحر عمره طراي كوينو لبيك عمره طراي بالمالتيو أو اللهم لبيك عمره بالمالتيو. حج عمران ندحر كوينو خاني لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا بالمالتيو كمتي حديث جابر زقلت قالنا. وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة حجي عمرة طريت خوينا لبيك عمرة المالتيو أو اللهم لبيك عمرة. حج بينان دحر مفرد كوينا خا لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا بالمالتيو. اندحر حج عمران بحد قبرو تخوينو خا قارنا نبها المالتيو قال لبيك عمرة وحجا أو اللهم لبيك حجا وعمرة كلتيو بحساب الحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة، وفي لفظ لبيك عمرة وحجة، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. تفعل لي أبهلان أقول لي حديث صحيحة كلها، لكن نبينو عمرة يبل عمرة طريت تخوينو نبينو حج تخوينو نبينو حج يبل كلتيو حج عمران زو بحارز حوسه تخوينو خا لبيك عمرة وحج بالمالتي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول آتاني الليلة آت من ربي فقال سل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وإن كان حجا أو معتمرا عن غيره وكيلا نوى ذلك بقلبه ثم قال لبيك عن فلان، وإن كان حجا أو معتمرا عن أنثى قال لبيك عن أم فلان أو بنت فلانة أو فلانة. حجي إذن يبعلو سب زبلت خوينو كم تزبلنا يا خامة جمريا ناي سب توكيلو زمت خوينو خا حج جبر الليل ويد ما سب كفيلو يحج جالون دحر خوينو وينا يبؤو وينا يدئو وينا يحاو وينا يمحازؤو سب ناي بعلو مس جبره ناي كال سب كجبر سلازخيل انتهي يجبر مالتيو. وإن كان حجا أو معتمرا عن غيره ناي كال سب وكيل كوينو متيو نوى ذلك بقلبه بلبوني يجبر مو ثم قال لبيك عن فلان. سلازي أبزت أتوكنا بلئنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.